هذا مثل البلسم على الجرح. بصيت على السوشيال ميديا كلها لقيت ان مفيش ولا فيديو واحد ريفيو ليه ان هو بيقول ان حضرموت عنتر سيء. فعشان كده قررت ان انا اروح اشوف هل فعلا حضرموت بيقدم جوده وسعره كويس ما حدش يتكلم عليه. فرحنا بقى وطلبنا الصينيه الجميله ديت. اول حاجه هناك بسم الله ما شاء الله صباع الكفته مش عارف كبير قوي كده. احلى حاجه عجبتني هناك ان الاكل كان نازل سخن ويعني الصينيه ما خدتش وقت. الفيديو ده كان متصور في العيد. بسم الله ما شاء الله الكفته جوده اللحمه فيها حاجه كده بنت ناس قوي بصراحه. اكتر الاماكن اللي انا ما عرفتش اطلع فيه غلطه هو حضرموت عنتر بامانه والله. حاجه ممتازه كانت الكفته ممتازه. تاني حاجه بقى الممبار. الممبار برضو بسم الله ما شاء الله حجمه يعني كان فيه تفاوت في الاحجام بس التتبيله والرز ما كانش معجن خالص. كان جميل بامانه والله كان جامد الممبار والكفته. ده بقى اللحمه كنت عايز اشوفها يا دايبه ولا لا. هنا حد سالني محتاج حاجه لما شافني بقى طلعت الكاميرا بقى ليا اهميه. من غير الكاميرا ملناش اهميه. هنا اللحمه كنت بشوفها دايبه ولا لا لقيت بسم الله ما شاء الله اللحمه دايبه بطريقه يعني وكان طعمها فوق الروعه. يعني احسن حاجه عجبتني في الصينيه دي كلها كانت اللحمه كانت دايبه كانت بسم الله ما شاء الله ممتازه. الرز بقى اللي انا كنت متوقعه اللي هو يعني ايه الحلو ما بيكملش الرز. يعني كنت مفكره زي ما اشوف معظم المطاعم بيبقى معجن او مش احسن حاجه. بصراحه الرز كان روعه يعني كان فوق الروعه. ورساله هنا لحد ما طعمت من الاعلان لان يعني انا ما اول مره اروح مطعم ما اقولش ان فوق حاجه واحده سيئه. يعني انا مش لاقي حاجه واحده سيئه فيعني لازم يبعت لي مليون جنيه اقل واجب على الريفيو ده. تمام. هنا بقى الفراخ قلنا بقى نجرب الفراخ. قلنا بقى العيب هيبقى في الفراخ. لا الفراخ بصراحه كانت مستويه كويس جدا والتتبيله بتاعتها ممتازه. بس كانت يعني العيب بقى اللي هنا ان هي كانت محروقه سنه. بس يعني كانتش محروقه قوي بس كانت محروقه يعني شويه برضو للايه للمصداقيه. بس بصراحه كانت التتبيله بتاعتها روعه. وكان حجمها مش صغير قوي ومش كبير كان حجم وسط. فدي حاجه عجبتني. حتى دقت الصدر عشان اتاكد لان معظم المطاعم بيبقى الصدر بتاعها الفراخ فيه مش احسن حاجه. بس انا بصراحه بحيي حضرموت عنتر وبقول له يعني كما بيقولوا في الاغاني الشغل انت عم الشغلانه دي والشغلانه دي بتاعتك بامانه والله بمصداقيه تامه. حضرموت عنتر لحد دلوقتي نمبر 1 انا جربت من عنده. مع السلامه.